السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم من جديد على قناه شوات لينا. معكم لطيفه، يوم جديد وفيديو جديد ان شاء الله. نتمنى انكم تستافدوا منه من الوصفات ديالو. وكنبغي نشكركم بزاف 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 على التعليق ديالكم زوينه، شكرا بزاف. كنبغي نرحب بالاخوات الجدد اللي انضموا للقناه، وكنبغي حتى الاخوات القدام نقول لهم مرحبا بكم حتى هما. ما تنساونيش بتعليقكم زوينه، وما تبخلوش عليا بلايكاتكم الى عجبكم الفيديو بطبيعه الحال. هذا النهار هذا غادي يكون واحد النهار شويه خاص، واحد النهار شاق بزاف بالنسبه ليا. انا هنايا فقت بكري قبل الوقت بزاف، فطرت وجمعت داري لانني النهار كامل ما غاديش نكون في الدار، وعادوا فيقت ولادي فطرتهم. هذا النهار غادي نمشي نرافق القسم ديال لينا، غادي يديروا لهم خرجه لباريس، الاكبر سينما في اوروبا، لو غران ريكس راه معروفه. وغادي يشوفوا واحد سبيكتاكل كيديروا لهم في اخر سنه، ماشي اخر سنه دراسيه ولكن اخر سنه ديال 2018. وغادي يشوفوا الفيلم، واحد الفيلم يلا خرج في السينما، وغادي يشوفوا عاوتاني غادي يديروا زياره للسينما. كيفاش كانوا شحال هادي كيديروا الافلام وداكشي. المهم غادي يوري لهم بزاف ديال الحوايج انا ما قدرتش نصور، لانه كان في مسؤوليتي 5 ديال الدراري من بينهم لينا بنتي. المهم هنا من بعد ما سال الفيلم درنا واحد البوز ديال الماكله، عطاو لهم صاله والاكل بطبيعه الحال. المدرسه هي اللي تكلفت به، حطت لهم ان باني غوبا كلهم الدراري داروا لهم طون ساندويتش ديال الطون ومطيشه. وحتى الاباء اللي رافقوا تلامذ حتى هما المدرسه هي اللي تكلفت بالماكله ديالهم. من بعد ما كلاو الدراري ارتاحوا شويه، جبناهم لهاد البلاصه هادي سميتها لا تيت دون لي نواج. وبصح لا تيت دون سي دون لي نواج، لحقاش الدراري كيجيو هنا مساكن كيتلفوا. جابوا من هنايا باش شويه يرفهوا على النفس ديالهم، شويه يبدلوا عاوتاني الجو ديال المدرسه وديال هذا. هاد البلاصه هادي فيها بزاف ديال الالعاب، فيها البولينغ، فيها البالي، فيها لي جو ديال لي موتو، ديال لي فواتور. مهم الصاله فيها بزاف ديال الالعاب، والدراري الصراحه ما سخاوش نهائيا. يعني دوزنا هنايا 3 ديال السوايع والدراري ما سخاوش. بالنسبه للالعاب المدرسه هي اللي تكلفات بلي جوتون، يعني الفلوس اللي يشريو بها دوك لو جوتون باش يلعبوا. ومن طبيعه الحال طلبوا من الاباء الا بغاو ولادهم يزيدوا يلعبوا يعطيو لهم الفلوس، والدراري يتكلفوا او اللي يتحملوا المسؤوليه ديال الفلوس يشريو لي جوتون ويلعبوا الا بغاو يزيدوا عادي يلعبوا. وكما قلت لكم الدراري هنا ما سخاوش بزاف، اللي واحد زوج اللي بكاو ما بغاوش يمشيو نهائيا. دونك بشويه بشويه حتى بقينا كنهضروا معاهم ونقنعوهم. صافي هنا لينا لعبات حتى شبعت. في الاخير طلبتني باش انها دير لا موتو، قلت لي عمرني ما ركبت يعني فوق لا موتو. لعبات عجبها الحال. وصافي من بعد ما سالاو اللعاب هنا كما قلت لكم تقريبا جلسوا واحد 3 سوايع. داروا واحد البوز ديال الماكله اولا ديال الكوتي، وحتى هو المدرسه هي اللي تكلفت به. صافي ومن بعد دخلنا للمدرسه مع 45 دقيقه بالضبط. صافي انا دخلت للدار من بعد ما تسناني راجلي وادم في حدا المدرسه. دخلت زعما قلت لراجلي باش يوجد لي العشاء، ولكن دخلت تفاجأت بالكوزينه. المهم البوطاجي حاشاكم موسخ، غسل لي بصح القزبر والمعدنوس داروا في صوبانه، قطع لي الفلفله قطعها هكا ودارها في الشبكه، والدجاج حتى هو قطعوا شرائح وداروا في الشبكه، حيت انا قلت له دير لنا غير لي ساندويتش. هو من يسمع لي ساندويتش شاف الفلفله في الثلاجه، شاف اللحم كاين ديال البيض ديال الدجاج في الثلاجه. المهم شوفوا طيب البيض، شوفوا كيخلى لي البوطه، ما مسحش حتى البوطه من البيض، خلاها هكذاك. المهم بعدا دار الماشينه ديال الماعن الدور، ما خلاش الروينه، ولكن ما جمعش بلاصتو. المهم منين قلت له دير العشاء حسبت لي، قلت له دير ساندويتشات، حسبت لي صافي غادي نجي نلقاه دير العشاء، ولكن تفاجأت انه ما دارش. المهم اختكم تحزمت، غسلت يديها ودازت للكوزينه. هنا قلت نبدا بالديسير، بغيت ندير لهم ديسير ساهل دغيا كيتصايب بالحليب ديال الكوك، اولا تقدروا تصايبوه بالحليب عادي. باش هنا وجدت الكيسه اللي غندير فيهم، وهنا درت حبوب الشيا. هاد الديسير كما قلت لكم
كيتصايب بالحليب عادي، ولكن بالحليب ديال الكوك كيجي زوين. غير شنو هو خصكم تصايبوه ويبقى بزاف، يعني خصو يبقى واحد المده طويل. الحليب ديال الكوك دغيا كيتصايب، ولكن في الحليب العادي خصو يبقى واحد المده طويله، يعني تقريبا واحد الساعه، من ساعه الفوق خصو يبقى باش هذاك الحبوب الشيا تقال فيه. المهم هنايا غادي ندير حبوب الشيا. انا غادي نوري لكم حبوب الشيا البنات، تلقاوها هنايا كناخذها من كارفور، جهه ديال البيو، وتقدروا تلقاوها في المحلات ديال البيو. المهم هادشي راه دابا كيجيبوها حتى في اكسيون، حتى هي كيجيبوها. المهم هنا غادي ندير ربع الكميه ديال الحليب اللي عندي، غادي نزيد عليه هذاك الحليب ديال الكوك. بطبيعه الحال حركته مزيان، غادي نزيدو عليها، هي غادي تنفخ كما قلت لكم، وغادي يزيد الحجم ديال هذاك الحليب اللي عندنا، وغادي تختار. كيجي هاد الديسير زوين، انا كيعجبني. بغيت ندير لهم يعني بغيتش ندير ديسير، ولكن قلت لا مولفاهم انا ندير لهم شي ديسير ولا شي حاجه بحال هكا. وفي الحقيقه تشهيت هذا، ما نكذبش عليكم، يعني جاني في بالي وتشهيته. صافي خليته على جنب، ما درتوش في الكيسان، خليته على جنب. ودزت باش نصايب الدجاج، نشرملو دغيا كيطيب مع فلفله باش ندير ساندويتشات. هاد الساندويتشات تقدروا ديروهم للدراري المدرسه ولا الخدمه، ولا كيجيو ساهلين. هنا هذيك الفلفله اللي قطع لي درت غير شويه منها، ما درتهاش كلها، وشي اللي بقى لي درته في المجمد. درتها كتقلى في شويه ديال زيت الزيتون. وهنا دزت باش نشرمل الدجاج. انا قلت له، صيفط له ميساج وقلت له ها شنو دير في الدجاج، شرملو وخليه حتى نقربوا نجيو عادوا طيبوا. قال لي واخا، ولكن في الاخر منين سولته منين كنت حدا المدرسه قال لي لا ما صاوبتوش. المهم هنا شنو درت شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، شويه السكينجبير، شويه ديال الكمون. وغادي بطبيعه الحال غادي نزيد شويه ديال صلصه الكيتشوب، لا عفوا ماشي الكيتشوب، صلصه ديال الباربيكيو. وغادي نزيد 2 معالق كبار ديال الياغورت طبيعي. غادي يرجع داك اللحم ولا داك بيض الدجاج طري. بالنسبه للكميه ديال اللحم اللي عندي نص كيلو ديال ابيض الدجاج. غادي نديرو مع هذاك الخليط. هذا الخليط تقدروا تخليوه يترقد فيه مده طويله، كيجي بنين بطبيعه الحال. والبيض ديال الدجاج كيجي فتي، يعني كيجي طري بزاف. انا هنايا غادي نزيد عليها واحد ضريس ديال الثومه، وغادي نعصر عليها شويه ديال الحامض هكا باش غادي يجي بنين اكثر. وغادي نزيد نقطع واحد شويه ديال القزبر والمعدنوس بطبيعه الحال على حسب الكميه اللي عندكم. وغادي نزيدو على هذاك الفلفله اللي راها كتشحر. المهم الفلفله راني مقابلتها مره كنحرك فيها. مهم نتوما الا كما قلت لكم تقدروها تشرموا ولا ديروها وتخليوها، يعني كتشرب هذاك الشيء الدجاج، اللحم ديال الدجاج كيشرب هذاك الشيء، كتجي فعلا زوينه وبنينه. هنا زدت واحد شويه ديال القزبر والمعدنوس قطعته صافي، ودرت هذاك الخليط فوق الفلفله. وغادي نخليهم يتشحروا يعني حتى يتقلاو مزيان هذاك البيض ديال الدجاج. عادو غادي ناخذ هذيك الطاسه اللي درت فيها التشرموله، غادي نزيد فيها تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الماء، وغادي نزيدهم حتى يتقلى مزيان اللحم. غادي نزيدهم عليها وغادي نخليهم يطيبوا. وانا غادي نمشي دابا نغسل نلبس بيجامتي ونخلي الدجاج كيطيب. هنايا من بعد ما صافي يعني صليت الفرائض ديالي ديال النهار كامل ولبست بيجامتي باش ارتاحيت. المهم هذيك حبوب الشيا كيف ما شفتوا هي تنفخات في داك الحليب. انا درت 2 خنيشات ديال هاد السكر فاني. نتوما تقدروا تنسموها سكر فاني منسم بمزهر. نتوما تقدروا ديروا سكر فاني عادي، تقدروا ديروا سكر كلاصي. المهم تحليو على حسب اللي بغيتو نتوما. انا ما كنبغيش حلو بزاف، زدت غير هاد 2 خنيشات ديال السكر فانيلا. كناخذ دوك الكويسات اللي شفتو درت فيهم عمرت نصف الكميه. درت واحد القطع ديال الفرomboise، تقدروا تزيدوا الكيوي، تقدروا تخلطوهم ديروا بزاف ديال لي فخوي، يعني ديروا طبقات بزاف، يعني طبقه ديال هاد الحليب حبوب الشيا لي فخوي كيجي بنين بزاف. المهم غنديرهم في الثلاجه. وغادي كما شفتوا هنايا اللحم ها هو طاب حتى تشرب مزيان مزيان مزيان، وطاب تشحر تعسل. انا هنايا غادي ندير ساندويتشات ديالي. الفرماج ما غادي نستعمل هذا لينا، وهاد المربعات لينا. الفريت انايا غادي درت الزيت كتسخن، درت معها واحد شويه د الملحه، وغادي ندير معها الفريت تقلى باش كتجي بنينه.
صافي وغادي ندوز باش نعمر الساندويتشات لانه كلشي موجود. صافي وغادي ندوزو بطبيعه الحال باش نتعشاو. انا درت هنايا الفريت ساندويتشات كيف ما كتشوفوا، ودرت معهم واحد شلاضه خفيفه، شلاضه خضراء معها مطيشه شويه ديال الكركاع والتفاح كما شفتوا على هذا الشكل هذا. فيه تفاح دهنتو، عفوا درت له العصير ديال الحامض باش ما يكحلش، والبصله الخضاريه اولا البصله هذيك اللي ديال الشلاضه. كيف ما كتشوفوا كل واحد درت ليه في جهه الفريت ساندويتش وشلاضه. بالنسبه للديسير ها هو كما كتشوفوا، انا درت شويه ديال الفرomboise طحنته ودرته من الفوق وزينته بواحد الفرomboise، وبطبيعه الحال درت واحد شويه ديال الاناناس في هكا في جبانيات باش نكون ديسير خفيف وماشي يعني ما فيهش خدمه بزاف. بالنسبه لهاد الكرات ديال الفرماج البنات، راه فرماج كيتباع بحال هاد الشكل هذا، فيه الكركاع واللوز لداخل. انا درتو كويرات، هو كيتباع يعني معجون، ولكن انا درتو على شكل كويرات باش كيعطي منظر زوين للشلاضه، وحتى المذاق ديالو زعما الصراحه غزال بزاف. كان هذا هو عشانا. واخا ساندويتشات يعني حاولت انه تكون يعني يكون الطبق متنوع ويكون زوين ويعطي المنظر ويعطي العين باش الواحد ياكلو، ماشي غير ساندويتش ونعطي لهم في يدهم نقول لهم هاكو كلوه، ما جاتنيش. المهم نتمنى الغزالات تكونوا استفدتوا من الفيديو ديال اليوم، تكونوا استفدتوا من الوصفات. يعني ساندويتش ساهل يلاقي الخدمه، يلاقي الدراري الصغار المدرسه، وديسير حتى هو ساهل ولذيذ بزاف. نتمنى انكم تجربوه. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. نقول لكم تهلاو في ريوسكم، تهلاو في صحتكم، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم ونهاركم مبروك.